السلام عليكم اصدقائي التلاميذ، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله غنديروا عمليه القسمه. عمليه القسمه سهله جدا جدا جدا. غادي نبدا معكم من الصفر. غنبدا معكم من الصفر. اذا تبعوا معايا مزيان. اشنا هي اولا القسمه؟ القسمه هي مثلا عندنا واحد المجموعه ديال الاشياء، بغينا نقسموهم على واحد العدد معين ديال التلاميذ. مثلا عندنا مثلا 10 أقلام، بغينا نقسموهم على 5 ديال التلاميذ. بغينا نقسموهم على 5 ديال التلاميذ. إذا عندنا 10 ديال الأقلام، بغينا نقسموهم على 5 ديال التلاميذ. إذا اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نجي وغادي ندير 10 مقسومة، هذا هو الرمز ديال القسمة، مقسومة على 5. إذا 10 نقسمها على 5 ديال الناس. مزيان، تابعوا معايا مزيان. 10 نقسمها على 5. لدينا رقم، نأخذ رقم. إلا خدينا هنا الرقم الأول 1، ما يمكنش أن 1 نقسمه على 5، لأن 1 أصغر من 5. ما يمكنش 1 مثلا قلم 1 نقسمه على 5، ما يمكنش. إذا أشنو غادي ندير؟ نضيف الرقم الثاني اللي هو 10 نقسموه على 5. إذا غادي نمشيو دابا لجدول الضرب ديال 5. 5 ضارب 1 5، 5 ضارب 2 كيعطينا 10. إذا غنحبسو هنايا. اش غناخدو 2. 5 في 2 غنجي نكتب هنا 2. 2 في 5 تساوي 10. وغادي نجي وغندير عملية الطرح هنا. كنديرو عملية الطرح هنا، كنديرو العدد اللي غنضربوه في 5 باش يعطينا 10. إذا هنا كنديرو عملية الضرب. واضح؟ مزيان، تبعوا معايا مزيان. 10 ناقص 10 0 ناقص 0 0، 1 ناقص 1 كيعطينا 0. إذا حنا سالينا العملية ديال القسمة. اشنو كنستنتجو هنايا؟ كنستنتجو بلا كل تلميذ من هاد 5 ديال التلاميذ غادي ياخد 2 ديال الأقلام. نديرو مثال آخر باش نفهمو أكثر، حيت بعض المرات كيخرج لنا يعني لتحت مضبوط 0 0، يعني هاد الباقي مضبوط 0 0. بعض المرات كتخرج لنا عدد في الباقي مثلا هكا. الا بغينا نديرو مثلا 11 مقسومه على 5، شنو كنديرو؟ 11 اذا الا خدينا 1 نقسمو على 5 لا يمكن، اذا نضيف الرقم الثاني. 11 نقسمو على 5 شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 2 في 5 10 ناقص 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 1 0، وغيشط لينا 1. اذا تنقولوا هنا الباقي 1، وهذه عمليه غير مضبوطه لان ما خرجش لينا فيها الاخر ديالها 0 0. واضح؟ نديروا مثال اخر ونشوفوا العمليات ديال القسمه كيفاش كنخدموهم. نشوفوا دابا هاد العمليات اللي فيهم عددين 36 مقسومه على 3. اذا لدينا رقم، ناخذ رقم 3. شحال فيها ديال 3؟ فيها وحده. 1 ضارب 3 كتعطيني 3. كنديرو 3 ناقص 3 0. واضح؟ ثم دابا سالين من الرقم الاول، انزل ب6. 6 كم فيها من 3؟ اكيد فيها 2 لان 3 في 2 كتعطينا 6. كنديرو عمليه الطرح. 6 ناقص 6 0. اذا 12 في 3 كتعطينا 36. نشوفوا المثال الثاني. لدينا رقم، ناخذ رقم. واش 2 نقدروا نقسموه على 4؟ لا، لانها اصغر من 4. اذا اضيف الرقم الثاني. نمشيو لجدول الضرب ديال 4. 4 في 4 ضارب 1 4، 4 ضارب 2 كيعطينا 8، 4 ضارب 3 كيعطينا 12، 4 ضارب 4 كيعطينا 16، 4 ضارب 5 20، 4 ضارب 6 24، 4 ضارب 7 28. هنايا راه فتنا العدد اللي بغينا. حنا عندنا غير 27. حنا فتنا 27 وصلنا 4 في 7 عطاتنا 28. كنستنتجو ان هنايا راه ما كاينش الرقم كنضربوه في 4 كيعطينا 27. غادي ناخذوا اقرب رقم ولكن من التحت، يعني اقرب رقم ها هو ياك، وهذا غادي يكون كبر من هذا. اذا اكبر رقم من التحت.
ما غاديش ناخذ اكبر رقم اللي كبير على هذا، اقرب رقم اللي كبير على هذا، لا غادي ناخذ يعني اقرب رقم لهذا ولكن صغير عليه، حيت ما يمكنش اننا ناخذ الرقم اللي كبير عليه. واخا 4 في 7 هو اقرب من طبيعه الحال ل 27، ولكن خاصنا ناخذ الرقم الاقرب ليه ولكن الصغير على هذا. فهمت مزيان؟ اذا هنايا غادي ندير شحال هنا 4 في 6، اذا غندير هنا 6 وغادي ندير هنا عمليه الطرح وغندير هنا 24. 7 ناقص 4 كتعطيني 3، 2 ناقص 2 كتعطينا 0. اذا بقات لينا هنا شاط لينا 4 شاط لينا عفوا 3. اذا 3 غتبقى كما هي، يعني غادي غنخليو العمليه بحال هكا. كنتمنى انني نكون فهمتكم ولو شويه، واللي شاف ان المحتوى يعني كيستاهل وكنقرب لكم المعلومه، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه.